السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هشرح الكم البف. والكم البف من الاكمام الجميلة جدا اللي احنا بنحتاجها في موديلات الخروج وفي موديلات الفساتين السواريه. هنحتاج ايه علشان نعمل الباترون الكم البف؟ هنحتاج ورق شفاف، هنحتاج المازورة طبعا، قلم رصاص وقلم جاف وقلم ماركر عشان احدد بيه الحدود الخارجيه والريجه، والمقص بتاعنا الخاص بالباترونات او اي مقص عندك في البيت. نبتدي على بركه الله. هنعمل اول حاجه تصميم الكم العادي خالص اللي احنا بنعمله كل مره، وبعد كده هقولك ايه هي الخطوه الجديده اللي احنا بنعملها علشان نطلع الكم البف بمنتهى السهوله. اول حاجه الكم البف اللي هو ايه؟ الكم البف اللي هو الكم المنفوخ من اعلى، في كسرات او في كشكشه، بس هو بيكون مرتفع عن مستوى الكتف. يعني بصوا لو انا رسمت كده رسم مبسط مثلا، ادي رسم مبسط خالص اهو. يعني مثلا انا عايزه اعمل الكم بتاعي في بلوزه، فالكم البف ادي خط الكتف هنا كده هو بيكون مستواه اعلى من الكتف، الارتفاع بتاعه كده مرتفع عن الكتف كده، وايا كان بقى التصميم بتاعه من تحت، بس احنا هنعمل كم الوف اللي منتهي من تحت على كم عادي خالص. يعني هنا كده ادي عند نقطة الكتف كده اهو هو طالع، وفي شوية كشكشة كده او كسرات جنب بعضيها، وبعدين كم عادي خالص من هنا. ده معلش رسم مبسط مجرد بس ان انت تعرفي يعني ايه كم بف، ده للناس اللي مش عارفة معنى الكم البف. هو الكم المنفوخ من اعلى، منين تحديدا؟ من عند عرض الظهر او من النقطة دي كده اللي هي نهاية الكتف، وليها اشكال كتير قوي. احنا هنشرح الشكل البسيط ده ان شاء الله تقدري تنفذيه بسهولة. هو في ملحوظة مهمة جدا في مقاسات البلوزة. لو انا هعمل بلوزة كم بف او هعمل فستان سواريه كم بف، يستحسن ان انا اقلل من عرض الظهر 2 سنتي. يعني انا مثلا عندي عرض الظهر في البلوزة دي 42 سنتي، ده مثال، يبقى المفروض ان انا اعمله كام؟ اعمله 40 سنتي. ليه؟ لان لازم النقطة اللي يبدأ من عندها الكم تكون مسنودة على الكتف، فالنفخة دي تفضل واقفة، ما يبقاش ساقط والكشكشة تنزل لتحت، هيبقى كده كم بكشكشة عادي، مش هيبقى بف. طيب هنبتدي بقى دلوقتي نعمل تصميم باترون الكم العادي. اول حاجة طول الكم احنا هنعمل مقاسات بسيطة كده، وانتي بعد كده بتعمليها المقاسات اللي انتي عايزاها. طول الكم مثلا 60، هاجي عند 60 واروح حاطة علامة، ده كده طول الكم بتاعي. بعد كده حردة الكم، حردة الكم بتكون بتساوي حردة الإبط. فأنا مثلا لو عاملة حردة الإبط في البلوزة 23، يبقى المفروض حردة الكم تكون 23. فأنا هاجي هنا كده وأحط نقطة عند ارتفاع حردة الكم، وهرسم الخط ده إن هو خط وهمي. الخط ده اللي هو حردة الكم هيكون خط وهمي. انا عملت نقط متقطعة كده عشان نعرف ان الخط ده احنا مش هنقص عليه، ده بس خط وهمي علشان نعرف ان ارتفاع حردة الكم 23 سنتي، ده مجرد مثال. هنعمل كل الخطوات كاملة بتاعة الكم العادي. هدخل من هنا النقطة بتاعة حردة الكم لحد جوه 10 سنتي، وهسقط برضو خط وهمي متقطع. يبقى المسافة اللي انا دخلتها من هنا لحد هنا 10 سنتي. هدخل بعد كده 2 سنتي كمان هنا لحد هنا 2 سنتي. المسافة دي 10 والمسافة دي 2. بعد كده الخط الوهمي ده انا بقسمه على 3.